تفاصيل وفاة صاحب قهوة أسوان بمنطقة القربة بمصر الجديدة. صاحب قهوة أسوان اشترى العمارة اللي فيها محل عصير جنة الفواكه في منطقة القربة بمصر الجديدة. والمهم إن صاحب محل العصير رفض يطلع من المحل ويسلمه للمالك الجديد، لأنه كان عايز يشتري محل العصير، وصاحب القهوة كان عايز يسلم محل العصير علشان في العمارة ولسه دافع حقها ويعتبر بتاعه. وبسبب ده حصلت خناقة بين صاحب محل العصير وابن صاحب القهوة حمص. وابن صاحب القهوة حمص ده شاب محترم والناس كلها بتشكر في أخلاقه ومهارين من الزعل عليه. وفي النهاية صاحب محل العصير مسك سلاح أبيض وفضل يضرب بيه حمص ابن صاحب قهوة أسوان لحد ما للأسف اتوفى. وتلقى رجال الأمن في القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بيفيد بوجود مشاجرة وسقوط قتيل في منطقة القربة منطقة مصر الجديدة، وألقي القبض على المتهم ويجمع رجال المباحث أقوال الشهود ويجرون التحريات اللازمة بالإضافة لتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمناسبة. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ورسالة كل جديد.